المنتخب المالي. نقف عند هذه المجموعة. الكابتن حسام الحاج علي، المجموعة الثانية المنتخب الجزائري الذي كان أفضل سفير للكرة الإفريقية في مونديال البرازيل اليوم يؤكد الحضور من خلال هذا الفوز الثاني. أظن صراحة في الوقت الحالي أظن أن المنتخب الجزائري من أفضل المنتخبات الإفريقية، والأداء الرائع اللي قدمه في كأس العالم دليل على قوة المنتخب الجزائري. ممكن لحد الآن نقدر نقول اللي المنتخب الجزائري مازال ما رجعش إلى أرض الواقع بعد حلم المونديال والأداء والمباريات ضد المنتخب الألماني، ضد منتخبات كبرى والملاعب والأجواء. اليوم تلعب في أجواء إفريقية، تلعب في أثيوبيا، تلعب ضد مالي. أظن أن صراحة المنتخب الجزائري لحد الآن مازال لم يجد مستواه الحقيقي، لكن هذا المنتخب كسب خبرة كبيرة، كسب روح جديدة اللي جعلت هؤلاء اللاعبين يقدموا هذه النتائج. لذلك حتى لما كان الأداء ليس بالمقنع المنتخب الجزائري يتمكن من الانتصار. الهدف اوفسايد اكيد واضح، لكن المهم 3 نقاط، لان الاخطاء التحكيميه موجوده دائما في كره القدم. المنتخب الجزائري لحد الان في الطريق الصحيح. ما نساوش هناك تغيير في المدرب، هناك فكر جديد، مدرب جوركيف عنده فكر جديد في كره القدم. ما نقدروش نطلبوا منه النتيجه بسرعه، لان ما ننساوش ماجد جوركيف لم يلعب ولا مباراه وديه، اول مباراه رسميه بدا مع المنتخب الاثيوبي، لذلك ما نقدروش نطلبوا الاداء والنتيجه. لكن كلمة أخيرة ماجد، المنتخب الجزائري في الوقت الحالي يملك 2 أفضل لاعبين عرب موجودين على الساحة الكروية، براهيمي وفيغولي. لما يكون عندك لاعبين بهذا المستوى وبهذا الحجم مع سليماني كراس حربة، أظن القادم بالنسبة للمنتخب الجزائري سيكون قادم مشرق، هذا أكيد. جميل أنك وقفت عند نقطة مهمة، تغيير المدرب بعد رحيل وحيد خليل زيتش. اليوم جوركيف هو الربان، بدون مباراة ودية ينجح في تحقيق فوزين متتاليين. والجميل في كل هذا بأنه فاز في بداية الرحلة في أديس أبابا ضد الارتفاع فوق سطح البحر. اليوم يؤكد أمام منتخب ليس بالصغير هو منتخب مالي بأن المنتخب الجزائري هناك نواة، هناك عمل، وهناك رغبة في مواصلة هذا الحضور وهذا التوهج. يجب أن نعود إلى سياق آخر حتى نشرح التصرفات. تصرف هاليلوزيتش الذي هو يعبر كثيرا والذي يحب خاصة ربما التشاحن مع اللاعبين ومع الإداريين، وليس غوركيف بهذه الأخلاق. هو دبلوماسي أكثر، هو يبحث دائما عن الحلول عندما يكون هنالك مشاكل ولا يزيد في تطور المشاكل. هنا ربما غوركيف هو ربما فيلسوف أكثر ويدرس المنافس بطريقة جيدة، وأن كان لديه هذا النجاح وهذا التهافت عليه من كل الأندية، هو ربما يعود لفضل خبرته مثل ما تفضل الكابتن حسام. عندما ترى فيغولي وعندما ترى إبراهيمي ومحرز، هذا اللاعب الذي كنت أراه في باريس يلعب في الشارع مع أصدقائي مباريات ودية، ونجح إذا المدرب في تجميع كل هؤلاء اللاعبين الذين تحلوا بالانضباط. عندما المنتخب الجزائري فإنهم حكماء وأنهم يتفاهمون مع بعضهم البعض، يتصرفون كأصدقاء، وذلك يعطي مردوده على الميدان. ورغم الهدف في وضع التسلل، أعتقد أن الشوط الأول كان من أفضل الأشواط اللي رأيناها بين الجزائر ومالي، لأن مالي كذلك متفق على هذا الكلام. وخلاصة القول بأنها أفراح جزائرية تتواصل. ما بعد المونديال رأينا هذا الحضور في أديس أبابا، واليوم فوز جديد ليؤكد المنتخب الجزائري بأنه برهانات أكبر من رحلة التصفيات. فصل جديد في الأفراح الجزائرية بعد الفوز على طبعا المنتخب المالي. حسين بوصالح وكل التفاصيل. 3 نقاط كانت كافية لتصدر الخضر المجموعة الثانية ضمن تصفية كأس إفريقيا أمام الأسود المالية. مقابلة كانت تحت مجهر المختصين والمدربين، خصوصا على المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف الذي كان أمام تحد كبير في تجربته الثانية. ضمن عكس ما يقال، أنا المباراة عجبتني كثير. أولا كملت بالفوز، ثانيا نظن الخطة وطريقة اللاعبين تغيرت نوعا ما. شفنا باللي الفريق يفكر في اللعبة من الوراء. زمان الفريق نتاعنا ما كانش مدافع يحوس يعمل باسات باش يطلع بهجوم مصنوع. فرغم الفوز الذي حققه محاربو الصحراء على مالي، إلا أن الآراء تباينت على المستوى الذي ظهر عليه المنتخب.
لكن الأهم بالنسبة للجميع هو نقاط الثلاث التي سترجح الكفة في باقي المقابلات التي تنتظر أشبال غوركيف. حسين بوصالح، بي سبورتس، الجزائر. حضور كبير إذن للخضر في هذه المباراة أمام منتخب مالي. هناك خلاصات بالنسبة لغوركيف في ظل هذه الأسماء التي تحدثت عنها، في ظل الخيارات، في ظل فلسفة الأداء، ونحن نعرف ما تتوفر عليه العناصر الجزائرية تحديدا من إمكانيات كبيرة. هناك كلمة سر في الأداء، ربما نتحدث عن فلسفة أداء، وكذلك نتحدث عن نقطة مهمة، الكرات الثابتة بالنسبة للكرة الجزائرية لتحديد الأهداف تحديدا في عديد المباريات الكبيرة. أكيد الكرة الثابتة أصبحت عامل مهم وعامل نجاح في كرة القدم. أظن في البطولات الكبرى 33% من الأهداف تقريبا تسجل على الكرة الثابتة. الكرات الاستراتيجية يشتغلوها كثير المدربين في التمارين، أصبحت شيء مهم جدا. بعض الأحيان تكون مباراة مسكرة، مباراة ما فيهاش حلول، الكرة الثابتة دائما هي الحل. شاهدنا المنتخب الجزائري في كأس العالم سجل العديد من الأهداف عن طريق الكرة الثابتة. وفي نجاح الكرة الثابتة أول شيء ماجد، المهم هو المسدد الذي يوجه الكرة. اوكي اللي يطلع بالراس ويكون في 18 مهم، لكن طريقة تسديد المخالفة، أظن أنا محرز سدد العديد من المخالفات كانت مميزة جدا. ممكن هذا الهدف كما قلنا ماجد هو اوفسايد، لكن صراحة الكرات الثابتة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري اللي عنده لاعبين ممتازين في الكرات الرأسية، سواء سليماني سواء مجاني. لما يكون حليش موجود بالفريق قوي في الكرات الرأسية، لما يكون بوقرة موجود قوي في الكرات الرأسية، أظن بن طالب لما يكون أساسي قوي في الكرات الرأسية. أظن الكرات الثابتة مهمة جدا، هي حل في مثل هذه المباريات. لما المنتخب الجزائري ما لقاش حل والشوط الأول 3 و4 فرص سانحة لم يستغلها، كانت هناك كرة ثابتة، وكرة ثابتة لما تسجل هدف وتجيب 3 نقاط. مثل هدف يكون لاعب يراوغ ب4 أو 5 لاعبين، أو عملية هجومية بعد 30 تمريرة، أو هدف من ضربة جزاء أو كرة ثابتة، الكلهم يهديوا 3 نقاط. جميل. كثير هي ردود الفعل، حتى غوركيف قال لم نحسم كل الأمور، وفي ذلك رسائل كثيرة في ظل رغبة هذا المدرب في إضفاء نكهة خاصة وبالتالي مواصلة رحلة هذه النتائج الإيجابية. الجمهور الجزائري كان سعيد بالنتيجة وهذا الانتصار الجديد على حساب مالي. يعني شاهدنا في الشوط الأول المنتخب الوطني دخل بعزيمة قوية من أجل يعني أخذ الأسبقية في المباراة، ضيع فرصتين في العارضة والقائم. يعني لو تمكن من تسجيل هدف كان حتسهل له الامور وتسهل له المباراه. احنا ربحنا وان شاء الله رانا في كوب دافريك، وكوب دافريك هديه تاعنا ان شاء الله. بالنسبه للفوز نقدر نقولوا حقيقه كان هزيل، لكن ما نحكموش على النتيجه، لانه الاهم في مثل هذه المباريات هو 3 نقاط. 3 نقاط اللي حتكون مليحه، ترجع في الرصيد تاعك 6 نقاط. هذا الشيء يخليك تكون افضليه على المنتخب المالي والمنتخب الملاوي اللي فاز اليوم. المقابله كانت شيقه والحماس والشعب كاع كان فرحان وانا فرحانين الحمد لله. ربحت الجزائر وكل شيء مبروك علينا. نحاصر إذن ترتيب هذه المجموعة الثانية بعد الجولة الثانية وتصفيات كأس أفريقيا المغرب 2015. الجزائر صاحبة الرياض برصيد 6 نقاط من لقاءين، ثم مالي، فمالاوي وإثيوبيا تتريان ترتيب هذه المجموعة.